مرحبا بكم. الايامات هذه في تونس من يختلف مع الاسلاميين فهو كافر، من يختلف مع العلمانيين فهو جاهل، من يختلف مع الحكومة فهو خائن، ومن يختلف مع المعارضة فهو قفاف. لهنا الوضعية موترة برشا. مثلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الناس الكل اختصرتها في حكاية برك اللي هي أزمة منوبة. يا أخي ما عندهم ما يصنعوا، كان الوزارة كان حكاية منوبة، وين مشاكل الطلبة، وين مشاكل الأساتذة، وين مشاكل التعليم في تونس، علاش مش قاعدين يطرحوا؟ سعداء أنه يكون ضيفنا الأول اليوم السياسي السيد منصف بن سالم وزير التعليم العالي. سي منصف مرحبا بك. مرحبا بك، تفضل سيد الوزير. اهلا وسهلا بك. نورتنا. الجمهور يحب يسألك قبل؟ لاباس ولا لا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المفروض تكون وزارة سي منصف نتاع عمل، نتاع برمجة، نتاع بحث، نتاع تخطيط، نتاع إصلاح ما يمكن إصلاحه في العام من التعليم، ولات وزارة نتاع اتهامات ونتاع حكايات. علاش التحويل في مهمة الوزارة الايامات هذه؟ سؤال وجيه جدا. أول شيء أحييك وأحيي مستمعيك ومشاهديك. شكرا. وثانيا الوزارة هي كما قلت، الوزارة هي وزارة برمجة، وزارة إصلاح، وزارة النظر فيما أفسده الدهر وما أفسده السياسيون السابقون. فأن هذا هو العمل نتاعنا الآن في الوزارة. وأنا أحسب أني آتي إلى مكتبي الساعة 7:15 كل يوم، ونخرج منها إلا الساعة 8 مساء. معليش نعالج في منوبة، لا نعالج في هالأمور اللي تحكي فيها. في الإعلام نعم. مع الأسف الشديد الإعلام أحجم عن كل هذه الأنشطة وركز على نقطة صغيرة جدا، هي نقطة منوبة، وكأن منوبة أصبحت لا أقول شجرة وإنما هي غصن غطى الغابة. فهذا يعني هذه مسألة الإعلام، هذه مشكلة الإعلام. لابد الإعلام أن يصلح نفسه بنفسه، وألا يجعل من الحبة قبة، وأن يواكب نشاطات الوزارة، نشاطات أعمالنا في مكاتبنا. أعمالنا مش كلها منوبة هي جزء من 195 جزء، وال195 جزء كلهم يعملون يعني في ظروف طبيعية، وبما في ذلك منوبة أيضا هي تعمل في ظروف طبيعية. الآن الدروس يعني موجودة، الامتحانات صارت مشكلة في منقبتين في منوبة، يعني يتوقف الأمر في الإعلام، وكأن وزارة التعليم العالي تساوي مشكلة منقبتين في كلية الآداب في منوبة. وهذا أمر يعني فظيع بكل صراحة، غير مقبول، لا منطقيا ولا عقلانيا ولا وطنيا أيضا. كيف يعني يتوقف العمل في وزارة فيها حوالي 350 ألف طالب، تتوقف على طالبتين فقط؟ فهذا أمر غير مقبول. رغم اللي مشاكل منوبة ومشاكل الجامعات التونسية أعمق من مشكلة منقبين، ولكن زاد سيد الوزير راهو معناتها الإعلام مش كان قاعد عمل مشكل، زاد فما حضب، فما عرك، فما حكايات، فما اتهامات متبادلة. الإعلام زاد لكن يكون قاعد تجيها حكاية معناتها، واحنا الإعلاميين نجموا تعجبنا شوية حاجات مثيرة مش خايبة معناتها. لا صحيح، طلبة يوميا يحبوا يتعدوا ويشكيوا ويحكيوا معناتها. نعم، هو هذا الإعلام هو من دوره أن يبحث على هذه الأخطاء البسيطة، ربما قد يثيرها وقد يكبر من حجمها حتى تصبح تفوق الحجم تاعها الطبيعي، وهذا شيء غير مقبول بكل صراحة. في نفس الوقت مثلا في التعليم الثانوي زاد بمنشور من الوزارة تم فضل المشكل. لا التعليم الثانوي أموره خاطئة، مش كالتعليم العالي. التعليم الثانوي هو عنده فلسفة تعليم. التلميذ هو أحيانا يكون محكوم فيه من طرف القيم، محكوم فيه. هل هناك قيمين في الجامعة؟ لا، ليس هناك قيمين. كان فما امن جامعي؟ لا الامن الجامعي خرج، هذا كنت ما يرجع. اما سيد الوزير معناتها بغض النظر على شكون السبب شكون مش السبب، نعم، انه الازمه صارت في عهدك متواصله من نوفمبر لليوم. لا أبداً. فانه يعني يحمل الوزاره نوعا من المسؤوليه. لا تصحيح، يجب ان تصحح معلومتك. لا لقيتها، انت جيت لقيتها ولكنها تواصلت. لحظة. الازمه وقعت من شهر اكتوبر، ثم وصلت ذروتها في 6 ديسمبر 2011. تم غلق الكلية 6 ديسمبر 2011 للتاريخ. أنا جيت للوزارة 26 ديسمبر، أي عندما وصلت الوزارة هي عندها 20 يوم مغلقة، ولكنه الحمد لله فضت المشكلة في 3 جانفي ولا 4 جانفي، يعني بعد مجيئي ب8 أيام.
أنا مش باش نمدح نفسي نقول أنا جبتها، لا، تضافر جهود بين كل الأطراف، تم فتح الكلية من جديد، وعاد الطلبة إلى الدراسة وعادوا إلى امتحاناتهم، هذا للأمانة. ولكن الإعلام ضخم الأمر وضخم هول من هذا الأمر، وهناك أطراف لعبت عن هذه المشكلة لتضخمها أيضا لغاية ربما الله أعلم، حسن نية وسوء نية شيء آخر، هذا لا أدخل في النوايا أنا. ولكن هي سيد الوزير مش معنا. لحظة، ولكن الذي وقع هو أن المسألة سويت أو كانت تسوى نهائيا، فهم؟ أعيد إشعال الفتنة من جديد، وعادت من جديد، وأطفأناها أيضا من جديد، وبالتالي نحن لسنا منكبين فقط على مشكلة منوبة. أنا يؤسفني جدا أن آتي من تونس إلى هنا ليتحدث عن مشكلة منوبة، فهي لا تسوي حتى هذا التعب. صحيح. فاحكي لي، أسلني على إصلاح التعليم، أسلني على البرمجة، أسلني على آفاق مستقبل الطلبة، أسلني على تشغيل الطلبة، أسلني على المحتوى، أسلني على المضمون اللي يدرس فيه الطلبة، أسلني على منظومة الإيمد، أسلني على علاقاتنا بالخارج، أسلني على الاتفاقات اللي صارت بين الدول في التعليم العالي في المدة الأخيرة في ظرف هالشهرين هذون، أسلني على هذه اللي هي هامة جدا والشعب التونسي ينتظرها. الشعب التونسي له 195 مؤسسة جامعية، ليس له منوبة فقط، وهي كلها ملك الشعب التونسي. اسألني عن هذه المشاريع العظيمة، اسألني عن المشاريع الطموحة لمستقبل تونس، مستقبل أبنائنا، اسألني عن رجال علماء الآن منكبين ليلا نهارا يعملون في إصلاح التعليم، اسألني على لجان الانتداب، اسألني على الدكتوراه، مش تسألني على مشكل منوبة، نعود نرجع منوبة حسب حتى اللبانة نتاع كل انسان يحب يعاود يلوم مره اخرى. سيد الوزير كلامك صحيح، اما مازال مطروح مشكل منوبه، اخرتها حكايه العلم، معناتها الحكايه معناتها صحيح احنا ياسفنا باش نقعدوا نحكيوا على مشكل كيما هذا، ولكن المشكل جاوز منوبه ولا صراع معناتها سياسي. والاشكاليه البسيطه انه برشا قالوا انه السيد الوزير ولا طرف، معناتها وزاره التعليم العالي ولا طرف في الحكايه، معناتها ما عادش ماهيش موضوعيه، ما في بلاصه ما تلقى حل ولا طرف في النزاع. قيل الكثير والكثير. هذه الكلية مغلقة من 6 ديسمبر قبل ما نجي أنا ب20 يوم، وقت اللي جيت هي اتفتحت بفضل مجهود ذوي النوايا الحسنة. تحلت الكلية ورجعنا نخدمه، وبارك الله فيه السيد رئيس الجامعة شكري مبخوت اللي قام بدوره معنا كما ينبغي، وكان هو اللي نوبني في الجامعة، وأنا فوضت له أمر هذا باش يمضي عليه، واللي يمضي عليه السيد شكري مبخوت رئيس الجامعة، أنا نمضي عليه. أقول رئيس الجامعة وليس عميد الكلية، لا لأنه رئيس الجامعة، حتى رئيس الجامعة منتخب، ولكن رئيس الجامعة هو المسؤول الأول، هو المسؤول الأول في الجامعة، وأنا أعطيت له تفويضا كاملا كما صدر في الصحافة، وقلت له ما تشير به أنا أمضي عليه، والحمد لله هو أشار بما فيه الخير، وسرنا على ما فيه الخير. وإنما بعض أطراف على خاطر أنت ترى العميد متطرف سيد الوزير كما قلت، معناتها تراه متطرف كما المتطرفين الآخرين. لا أنا أرى أن هناك عجز نسبي أو كلي مش عارف من طرف زملائي نعزهم ونقدرهم ونحميهم، وأنا مستعد نحميهم في كل وقت. هم يقولوا تخليت عليهم. لا أبدا، مستحيل. أنا هم قالوا مش مستحيل، هم قالوا معناتها ليقولوا ما يشاءون. هم الآن قالوا أن ابني كان طرف في القضية وبعدين ظهر مش هو وسام آخر. صحيح. هكا ولا فسرها الناس في فسرها دارت في الصحافة مؤخرا أنه ابن السيد الوزير هو السبب نتاع المشاكل، لأنه سلفي وهو اللي خوض فيها أسامة، يقصدوا في شخص اسمه وسام. السيدة فما شكون رفع قضية معناتها الأستاذة معناتها قدمت قضية المحكمة، قدمت قضية المحكمة ضد ابن السيد منصف بن سالم، ومن بعد فاقت انها رفعت قضيه ضد شخص غلط وانه مش ابنه ما عنده حتى علاقه. فما صحافه هبطتها في الصفحه الاولى كيما لو طون هبطت وكان اعتذار، وفما شكون اللي ما حبش يعتذر. لليوم صحافه اليوم تكتب ان ابن نجل الوزير متهم وهو الان في المحكمه، لليوم تكتب فيه، في حين الصحافه الاخرى ترد كونه مش صحيح، راهو خطا، وراهو المقدمه به القضيه هي نبيذها اعتذرت كي خرجوا التصويره نتاع الشخص اللي عمل له وابنه. يعني عندما تقول لي الصحافة، تقول لي الناس تتكلم والناس هم يقولوا، ليه احنا لا نجري وراء من يقول، لا نجري جريدة قالوا هذه بيك تدول ودول، نحن نمشي مع المعلومة الصحيحة، المعلومة الصادقة. اما سيد الوزير ما يلزمكش تتغشش كي تكذب معلومات، خاطر معناتها من دور جد المسؤولين انه نوضحوا. احسن حاجة هي الوضوح، نسألوكم انتم معناتها انا متفق معك. ولكن انا عندي ما يثبت، عندي حجج مادية أن هناك سوء نية في القضية. أليس هذا مقصود بأن الكلية يجب أن تبقى تشتعل ولا تنطفي نارها؟
أليس هذا عن قصد؟ ومع ذلك لم أثر القضية أمام العدالة، كان بيوسع أن نقدم قضية العدالة، لأن هذا يعني تزوير. توقف الامور حكايه العداله. سيد الوزير فما مسيسه الحكايه، هو من دون المناقبات الكل كان في منوبه مسيسه، والناس اللي تعرف تقول صراع يمين يسار، تقول فما شكون مع اليساريين وفما زاد معناتها انا اسالك معناتها متعاطف مع السلفيين شويه هكا معناتها مثلا حتى في حكايه العلم قلت ما يجيش، وفي نفس الوقت كانك بررت قلت زاد ما يجيش اللي صار الاخر والاستفزازات. معناتها رجاء راجع نفسك. احنا وزارتنا اول وزاره اصدرت بيان في العالم وقراته التلفزه في الاخبار، والناس الكل تعرف شنو البيان بتاعنا ذاك، بالتالي ما تقونيش اشياء لما اقولها. نددته شوف لحظه نددته سيد الوزير، ولكن ولكن انا ما نخليش المساله ثم سبب وثم مسببات. انا ما نخليش الاسباب اللي ادت الى اسقاط الرايه الوطنيه اللي الناس الكل نعزوها ونحطوها في قلوبنا تطيح في الارض. الاسباب الكل لازم نشوفها. علاش؟ باش ما عادش تكرر الشيء هذا، باش ما عادش تكرر. انا ماش متعاطف حتى مع حد، متعاطف مع الحق فقط. لا شيء أيوة. انا اسالك حتى كان مظلوم لا شيء أيوة. انا اسالك هل يعجز زملائي اللي هم دكاتره واساتذه جامعيين وفي كليه اداب، وانا احسبهم انهم علماء في علم النفس وفي علم الانسانيات وفي علم الاجتماع، هل نصل ان نعجز أن نحل مشكل منقبتين يعني في كلية فيها 8000 طالب؟ هل من الممكن أن نقبل أن نوقف دروس 8000 طالب بسبب منقبتين، بنتين منقبتين؟ هم بناتنا هذوك، هم جاوا يقرأوا عندنا بناتنا، سواء كان منقبة ولا سافرة، ما هي إلا بنتنا هذيك. نحن نحميها ونقرأوها ونعلموها وننصحوها. وإذا كان الأستاذ اللي يعجز باش يقنع بنت كيما هذه، وإلا يعجز باش يتعامل مع أي مشكل يقع، فهذا امر يعني ما غير مقبول بكل صراحه. زاد فما قانون داخلي سيد الوزير عملوا معناتها مجلس اساتذه يلزم حتى زوز بنات يلزم يحترموه. معناتها لو كان باش نحلوا باب نحلوا برشا بيبان. معناتها كيما برشا يقولوا هل يعجز الامن انه يفض مظاهره قدام منوبه ولا ما يخليش معناتها ما يخليش العنف يصير كيما صار نهار العلم؟ هل عجز الامن؟ زاد برشا اسئله غريبه. انا ارجوك الوقت نتاعنا رضيق جدا. اذا عندك اسئله اخرى تعدى لها خير، لان منوبه راي الانسان قلوبها طابت منها وفدينا منها. وبكل صراحه هذا امر نقولها سامحوني باللغه الفرنسيه سيتان فو بروبليم. مشكل تونس مش هذا. الان كيف تحطوا في التلفزه ويجي وزير ويجي مسؤول يجي يتحدث على مشكل مصطنع، صناعه مصنوع مش حقيقي مش طبيعي. وانا اقول هذا وانا اقر بذلك انه ليس مشكل حقيقي. كنا نجم نحلوه كما تحلت في 195 مؤسسه اخرى. يتحل مشكل منوبه ونمر للامام. خلينا نحل المشاكل الاخرى. اللهم اذا كانك انت تريد، مش قصدك انت يعني بصفه عامه يعني الا الشخص اللي يحب، لا ما نتعدوش المشاكل الاخرى. خلي المشاكل نتاع الجامعه متورطه. خلي الان يا اخي اعطينا رد حاسم ليعلم الجميع ليعلم الجميع على كل شيء مسؤول في الاعلام سيدو. اعطيونا رد حاسم نتاع وفات الحكايه نتاع منوب. خلينا نعرف قعد مسلسل. خلي يعرف المواطن التونسي والشباب ان الوزير الان يمشي المكتب نتاعو السبعه نتاع الصباح الواش باش نمضي في البارافي اللي المفروض يتمضى فيه في شهر سبتمبر الماضي. عليه؟ علاش نعرف عليك؟ اللي جاوبني انت علاش؟ الحكومه وقت اللي يجي انسان يجي من الخارج يترشح واخذ الدكتوراه نتاعو من تونس من الخارج ويجي يترشح باش يولي يقري مساعد ولا استاذ مساعد ولا استاذ محاضر ويقدم الطلب نتاعو، كان المفروض اللجنه تجتمع وتعطيه النتيجه في شهر اوت باش في شهر سبتمبر يعرف روحه نجح ولا ما نجحش، يرجع للخارج ولا ما يرجعش، يمشي ولا مش يمشي يقري، فانا كل يمشي يقري ويحضر الدروس نتاعو. انا الان نمضي لهم في التسميه نتاعهم ومازال ما يعرفش هو نجح ولا ما نجحش. يحدث يعني 6 شهور غياب، 6 شهور تاخر، وانا نجي للمكتب نتاعي من الساعه نتاع الصباح باش نكمل نمضي في البارافيت هذه. علاش هذا كليك؟ علاش المشاكل هذه مازال تو نعانوا منها؟ علاش ما حليناش المشكل نتاع المنحه؟ الطالب يقرا تو كي واللي تو ما خذا المنحه نتاعو، علاش ما خذاش المنحه نتاعو في شهر اكتوبر باش يكفي روحه؟ اسال اللي كنت سيد الوزير. لا مش لي انا انا جيت عندي تو شهرين ونص. انا جيت عندي شهرين ونص ولقيت رجال مازالت ما اجتمعتش باش تطفي الامر هذا. انا تو قاعد ننصح فيهم باش نحكيو كلامك. لا باش نعرف باش نخليه يعرف الشعب التونسي ماذا نفعل احنا الان. وشنو لقيتوا تقصد؟ الوزاره اللي لقيتوا عليها الوزاره الان لقينا روحنا الان كل الوزارات مكتف يديها. ليش مكتف يديها؟ حكومه جات على اثر حكومه انتقاليه ليس لها دستور وليس لها الحق في مس القوانين
وليس له الحق في اصدار مراسيم كما كان يصدر السي الباشي قائد سبسي. هو كان يده مطلوق، اقل المشكل يصدر مرسوم وزاري يقضي به كما القانون. نحن ما عندناش التفويض هذا، التفويض هذا ممنوع علينا، كان حكر على الحكومه السابقه. نحن لقينا انفسنا لا دستور، لا حق مرسوم، لا حق تنقيح قانوني ولا شيء. كيفاش تحب تصلح؟ كيفاش تحب تعطي حقوق الناس؟ كيفاش تحب تنظم امورك في الجامعه وانت يدك مكتفه ما تنجمش تمضي على شيء كما هذا؟ كيفاش تحب تعمل تراه؟ ايوه نحن الوزير، هل هذه وضعيه مفاجاه؟ معناتها هل ما توقعناش يصير هكا؟ نعم وضعيه مفاجاه فعلا، لان كان المفروض على الاقل يبقى العمل بالمراسيم حتى مع الحكومه هذه. كان المفروض نحن الان راهو المجلس التاسيسي نتاعنا، مش اشكاليه المجلس التاسيسي هذه؟ المجلس التاسيسي همه المجلس، انا عضو البلاد عايشه بلا شيء يعني. انا عشت مجلس تاسيسي، تقول المجلس التاسيسي بقي شهرين كاملين باش يجتمعوا باش قرر. سامحني اليس سوء تخطيط من الحكومه تجي ومن بعد تلقى روحك ما تنجمش تعمل مراسيم؟ يا اخي ما في بالكمش اللي باش تمروا بفتره انتقاليه؟ في بالكم دستور يحدث في نهار؟ لا نحن اما سيد الوزير علاش اللغه نتاعكم تبدلت تجاه الحكومه الفارطه؟ خلي نحكيو بكل صراحه. ملي السيد الوزير الاول السابق اصدرك البيان نتاعو وانتم وليتوا تسبوا في الحكومه اللي فاتت وخلت لنا تركه وغيره. لا شكرتوه من الاول وجبتوه كرمتوه في المجلس التاسيسي، توا ظهر خنا. لا شكرناه ولازلنا نشكروه، ولكن يجب ان نعترف بما هو ايجابي نقولوا ايجابي يعطيك الصحه فيه، بما هو سلبي نقولوا راهو سلبي. وسامحني في هذا، انا بنسالك سؤال، وقت اللي جينا لقينا الوزاره الاولى عمالها وموظفيها زادهم 70 دينار، كان الوزاره الاولى برك. اليست هذه مطبه من المطبات؟ تدخل انت الوزاره نتاعك يعرضوا لك العمال والموظفين زيدنا 70 دينار كما الوزاره الاولى. تجي تشوف الميزانيه ما تسمحش، يعني الميزانيه ما فيهاش، فارغه من الفلوس، مستحيل هذا. تجي تشوف تلقى ملفات راقده من سبتمبر ومن اوت لم يتم البت فيها، واللجان لم تجتمع باش تبت فيها. تجي تو اللجان تجتمع والناس شاد الصف في الوزاره صباح مساء جايين نحبوا نشوفوا النتيجه نتاعها، وانت سيد الوزير ويلك سميتناش نخدموا ولا ما نخدموش؟ كيفاش الراجل استنى تو 7 شهور في النتيجه نتاعو؟ اليست هذه مطبه من المطبات؟ نجوا نشوفوا مطب طبيعي بعد الثوره، مش مطب واحد نصبوه. نجوا نشوفوا نلقوا تسميات تاع مديرين عامين بالجمله في يوم واحد 700 800 مدير عامين في غير محله، اليست هذه مطبه؟ نجوا نشوفوا نلقوا ميزانيه، ما نحكيش الاسرار نتاع الميزانيه خليني في قلبي وفي صدري وبرا، تعرف شيء له الجبين. سيد الوزير المواطن كيفاش تحلنا بعدين كيف تكتشف الشيء هذا؟ ما تقولش يا ناس راي ثم حاجه. ومع ذلك نشكر حكومه السيد باجي قائد سبسي. اما سيد الوزير انا شخصيا لحظه بالله، انا شخصيا اثني ثناء كبيرا على زميلي رفعت الشعبوني، لان مسكين هكاش نجم يعمل وخدم خدمته بما ينبغي وبما يملي عليه ضميره، وهكا هوش نجم يعمل. اما الاشكاليه صحيح، معناتها الاشكاليه اولا هي خدمت في ظروف اسوأ 10 مرات الحكومه الفاتة منكم تعرف. اما المواطن العادي يحب يفهم تو على قد عقله، نهاجم في وزير خاطر عمل زيادات، ونشكروا في حكومه زادت في الليسانس، قالت باش نزيد في الليسانس باش نقص مشاري باش. معناتها سامحني، لو كان حكومه داهمه وما عندهاش الحلول الماليه باش تفرض مواطنين ولا باش تبني مشاريع، علاش شادين الحكم؟ سامحني سيد الوزير، معناتها شادين الحكم باش تقوموا تشكيوا وتقولوا لنا باش نزيدوكم في الليسانس، باش نزيدوا حتى في كوارت التليفون، باش نزيدوا معناها ما نعرفش انا منطقيا للمواطن يقول لو كان مسؤولين ما عندهمش حلول استثماريه وغيره علاش ماشيين يحكموا؟ معناتها تعرفوا الوضعيه، تعرفوها البطاله، تعرفوها الميزيريا، تعرفوها نعرفها. اول حاجه هذا مش منطق باش تقول لي اذا كان ثم مشاكل دونك ما تدامش باش تاخذ الحكومه. خذيناها بكل شجاعه ونعرفوا اللي ثم مطبات، ونعرفوا اللي ثم اخطاء قاعده متراكمه، ونعرفوا اللي ثم مطالب شعبيه معناها ملحه جدا. ومع الاسف الشديد هناك فصيل من الشعب نتاعنا يحب كل شيء طو، يحب كل شيء يقول شيء كن فيكون. لكن اما تتسمى خفت على قبل، لكن خفت لكن مع هذا مش معناها كي نعرفوا اللي ثم مشاكل ما ناخذوهاش. هذا يسمى جبن. من الشجاعه انك تعرف شعبك عنده مشاكل، بلادك عندها مشاكل، وعدونا بالحلول سيد الوزير. طبعا نحن الان مش الحلول مثلا يزيدونا في الليسانس، لا نحن الان قادمين على الحلول هذه. والزياده في الليسانس مش معناها بالضروره مش تم. قلنا عند الحاجه ممكن نلتجأ، عند الحاجه ممكن نلتجأ، وان شاء الله ما ننتجوش، ان شاء الله ما ننتجوش. هذا اسمه تمهيد للظرف. وليكن في بالك ان الان الاعتصامات السائره في جهات برشا، جهات عده، وتعطيل للمعامل، تعطيل كل شيء، هو تعطيل للتشغيل مش تسريع للتشغيل، وهذا شيء معروف. يعني انا اعطيك مثال يا ابن العزيز.
انا الان عندي قوانين نطبق فيها ولا ما نجمش نتجاوز القانون هذاك. كيف نجي مش نطبق القانون؟ انا عندي ميزانيه، عندي مثلا 100 مليار مش نبني بهم 12 مبيت جامعي مثال. ناديت مدير المصالح المختصه وطلبت منه يحضر نفسه باش نبدو نبنوا بنايه نتاع 12 مبيت ومطعم جامعي على الاقل، مش يخدم لك 12000 يعني يد عامله على الاقل في المرحله الاولى. باهي جينا قال لي، قلت له وقتاش تحب تبنوا؟ قلت له بعد شهر ماذا بينا ماكسيموم. قال لي سيد الوزير هذه اذا كان نكبس رواحنا ونكبس رواحنا مليح وتتدخل انت الى الوزارات المعنيه، وزاره الماليه وزاره التجهيز وزاره الاولى الى اخره. قال لي عام و3 شهور باش الفاس يبدا ينقر في الارض. نعم قلت له، قال لي نعم عام و3 شهور. علاش؟ على خاطر ثم قانون يقول لك لازم تعمل ابيل دوفر عنده مده زمنيه، بعدين ابيل كونديتير عنده مده زمنيه، بعدين المراجعه عنده مده زمنيه، بعدين مراجعه المراجعه والطعن عنده مده زمنيه. هذا اذا كان ما توقعش تعطيل عام و3 شهور باش تنجم تطمع تقول هاو مش يبدا الفاس ينقر نبدا نخدم على روحنا. اذا انت الان كي تجي تقول لي الحكومه هذه هذوما قوانين، لا كي تجي تقول الحكومه هذه علاش ما بداتش؟ الحكومه هذه شوف القانون مقيدها. انا طلبت من الحكومه وعدد كبير من وزاره التربيه من الحكومه ان هذه القوانين يجب ايجاد حل لتجميدها باش نمروا في صال العمل. اي ساده، وكي نرجعوا للاكتيف والعلاقات سامحني كي تولي معناتها طول ما غير بتة واحد يعطي مشروع على الاخر معناتها. وبصراحه الحكومه هذه شفنا برشا علاقات عائليه فيها معناتها. لا ما ثماش علاقات عائليه، ما ثماش. شفنا لا ما ثماش علاقات عائليه، ما ثماش. انا اكذب هذا بتاتا. ما ثماش حتى علاقه عائليه. هو انسان وزير جاء الوزاره باش ينصب مديرين عامين هو يختارهم من السياسيين لانه هو منتخب سياسيا. عنده حق باش يجيب اللي يحب كمديرين، مسؤول هو على ذلك. انت شفت اوباما وقت اللي يدخل البيت الابيض يجيب معاه ليكيب نتاعو كامل، والاخر هز ليكيب نتاعو وخرج. هذه معناها في اعلى ديمقراطيه في العالم. فما بالك في تونس انت كوزير دخلت الوزاره عندك بعض مناصب وزاريه سياسيه ماهيش اداريه. من حق الوزير ان يختار. نعم يمشي معاه لانه هو الوزير، هو تسمى وزارتنا مش وزاره منصبه، هي وزاره منتخبه. سيد الوزير لحظه بالله يكمل لك. وزاره منتخبه على اساس ايش؟ على اساس برامج. في الحمله الانتخابيه ثم برامج نزلنا بها للشعب وطرحناها للشعب، الشعب انتخبنا على اساس البرامج هذيك. انا الان ملتزم بتنفيذ هذه البرامج اللي وعدت بها الشعب، وما نجم نطبقها الا برجال حاجه بهم باش نطبقها البرامج هذيك. ولذا عندي حق. سمعت لي وزير خاطر جاب بنته باش تخدم وهي بنته لاباس عليها محاميه مش امراه معناها جاهله، فتعينت معناها مديره ولا تعينت في الكابين ولا هو هذا من حقه، مش على خاطر مش حبها ما جاش نجح بنته في الكاباس على خاطر بنته. وقتها نجي يجي حاسبني. انا نقول لك حاجه يا اخي العزيز، يكون من حق وما التونسي مازال معقد شويه من الحكايه هذه. انا نقول لك حاجه انا في تو عندي شهر ونص وزير. تعرف ماذا ربحت وماذا خسرت؟ باش نعطيك البيلان. اول حاجه خسرت كل اقربائي، خسرت كل اصحابي واحبابي، خسرت كل جيراني. علاش؟ لانه كلهم عندهم ابناء يحبوا يشغلوهم، لانه كلهم عندهم شكون واخذ الشهاده نتاعو متخرج عنده تو عامين 30، ولانه كلهم العقليه نتاع النظام السابق رسخ في اذانه انه الوزير ما يعجزش باش يوظف فلان ولا فرتان. فجوني قال لي ها ولدي وظفه تو نحب ولدي يتوظف. انا حكمت على نفسي باش ما نعمل حتى شيء الا بمناظره كيف الناس كلك. كما ابني اللي هو تو بطال ومطيش في الدار، كما ابن جندوب وابن الكاف وابن عين دراهم اللي ما يعرفش الوزير وما عندوش شكون يكون من الوزير. كيف نهار اللي عنده مناظره يتعدوا الكل في نفس المناظره. علاش تدافع على ابنه الوزير لحظه انا من لهذا السبب الناس اظن ما صدقوش الكلام هذا. اقربائي وجيراني واحبابي واصحابي من اغلى اصحابي الان فاتنوني ما عادش حد يكلمني، لانه ما يصدقش انه وزير يعجز باش يوظف عنده كاتبه ولا يوظف عنده مهندس ولا يوظف عنده حد، وما وظفتش ابدا. وان شاء الله النهار اللي تسمعوا بالشهاده انا نمضيكم هو امام التلفزيون والجميع يجيبوا ساطور وقطعوا لي يدي لصحه لا هذا حق، هذا حق يا اخواني مش كلام. انا جاتني هاو عندي يزينا من قطع الدين لو خرج شهاده سيد الوزير وتكمل انت. لا استنى انا جيت عندنا المنح نتاع الخارج وفيها مشكله بمشكله، جاتني امراه وما جابت لي ملف وجابت لي شهيد امر يبكي. بنتها ما اخذتش منحه ولا ولدها ما اخذتش منحه نسيت بالضبط شنو هي. جينا نشوفوا فك التراتيب نتاع الابن نتاعها، اعطينا منحه لحد معين، ابنها ولا بنتها بعيد شويه على حد هذاك بيناتهم 10 من الناس ولا هم ترتيب معناها ما فيش يرجع، معناها ترتيب بالنقاط.
حصل على النقطه الفلانيه حط في المرتبه الفلانيه. جانا قمنا ذميك، وانا على ما سخفتني قلت له كان جاء عندي فلوس نعطيها المنحه من عندي، نعطيها المنحه من عندي. جيت للمدير قلت لهم كيفاش نعمل الشيء هذا؟ حتى وزير وما عندكش فلوس معناتها؟ ما عنديش فلوس، كان سلفني معناتها واحد توا لحظه واحد صغير يحلم يولي وزير، ما عادش نحلموا هذا. والله ننصحكم لا ردوا بالك والله. واذا تحبوا اسمع تحلموا باش تولوا وزراء، اذا تحبوا تحلموا باش تولوا وزراء يجوا لزوجتي يجوا الابناء يسالوهم تو نفروكم يقول لكم برو هجوا من المساله هذه. جيت شعملت هكا الترتيب هذاك وقلت له هذا الولد هذا نحبوا كيفاش نجمع نعطوه منحه باي طريقه. قال لي سيد الوزير انت حكمت علينا بك الترتيب هذاك بالبرام بالواحد ما نجموش، ما كيفاش نعمل؟ قلت لهم عندنا ميزانيه ولا ما عندناش؟ قالوا عندنا. قلت لهم لا مهم نحبوا ناخذوا الولد هذا ناخذوا اللي قبل الكل. دبروها في جرتهم. دبروها في جرتهم فهمني؟ علاش؟ لان امرها مسكينه اجتماعيا مريع. سيد الوزير عندي سؤال بسيط تو انت تحكي هكا ومن بعد تدافع على سيد الوزير اللي يخدم بنته في وزاره المراه، مش كانك متناقض تو بوست سياسي ولا مش سياسي؟ احنا معقدين من نسيبوا معلم، وديجا هو الاستقاله نوع من اعتراف بالخطا، معناتها مثال اشتغل ترى ما كومش ملاكه معناتها تغلط. معناتها وقت اللي استقالت ابنه سيد الوزير اعترفت انه غلطت ما حقناش. تذكر ساركوزي اول ما جاء وقتها حط ولده رشحوا كذاك ايش قامت فرنسا معناتها نبعدوا احنا ولفنا ثم فرق بين ولد ساركوزي وظيفه في وظيفه اداريه هذه وظيفه سياسيه. برا تونس يفهمك وظيفه اداريه وظيفه سياسيه وياخذ شهريه وظيفه وكها. وشكون قال مش وظيفه سياسيه ومن بعد تلصق في الاداره؟ شنو شهريه بالله؟ تعرفوا شهرية الموظف هذا كم ولا؟ لا خلينا مش سر سيدي. قديش؟ مستشار لدى الوزير ويخدم على هذه. مستشار ثم نوعية، ثم المكلف بمهمة ثم مستشار، واحد تزادوا 150 دينار الاخر تزادوا 250 دينار. هذه حاجة. مستشار وزير يتزادوا 250؟ هكا هو على الحظيرة تخلصوا. لا هو يخدم. لا هو يخدم عنده خدمة أخرى. ماله ماله هو حاجتين، هو يا اما على خاطر فلوس اما خاطر فيه واحد نجم يقضي ولا حاجه. لا هذا القانون شكون هذا القانون شكون. سيد الوزير والله متشائمين، لا عندكم فلوس، لا الحكومه عندها فلوس، لا شعب عنده فلوس، معناتها الوضعيه معناش متشائمين. الوضعيه خايبه ولا ليه؟ لا نحن متفائلين، احنا جد متفائلين. حتى قطر جيت ومشيت وما لا عطيتنا جد متفائلين، لان ميزانيتنا ان شاء الله مارة الان على المجلس التاسيسي، مش يصدق عليها المجلس التاسيسي، بعد ما يصدق عليها باذن الله تعالى يبدا العمل. الان ما عندكش حق باش تمسك الميزانيه هذيك في انتظار المصادقه عليه. سيد الوزير باش نرجع لك النقطه وقت تحكي على الاعتصامات. باهي الكلنا نعرفوا اللي عامل تالي كانوا الاعتصامات 10 مرات قد تو. انتم كي تنقدوا في الحكومه السابقه ما كنتش تعذروا فيها، مع المفروض تقولوا اغزر احنا الظروف قداش تعبين، وهما الغادي وقت تذكرها 3 اشهر 4 اشهر بعد الثوره 5 اشهر معناتها كانت 10 مرات الاعتصام. كان الوزير من الفجعه يصحح رسم زيد اعمل، معناتها كي تحكيوا توا تتشمتوا فيهم كان ما فماش تقدير للظروف اللي خدموا فيها. هذاك هو اللي ناقص. علاش؟ لانه برشا قالوا بعد ما الوزير الاول قدم مبادره وبدا باش ينافس في النهضه كحزب سياسي معناتها باش يعمل حزب وسطي كبير. سيد الوزير ما جاوبنيش على السؤال هذا، معناتها هل مبادره السيد باجي قايد سبسي عندها دور في انكم درتوا عليه؟ انا من فضلك انا اراجعك انك تراجع تصريحاتي المكتوبه والمسموعه. أنا انتقدت الحكومة هذه قبل ما يتكلم السيد باجي قايد سبسي، ومن فضلك راجع التصريحات نتاعي باش كي تأخذني على أمور واقعية. أنا دخلت الوزارة بعد ما اكتشفت ايش ثم واش ما ثماش مع الحكومة وفي الوزارة نشرف عليها، اكتشفت أن هناك أشياء تركها لنا السيد باجي قايد سبسي مشكور ولا محالة على ما قدمه، ولكن ثم أشياء تركها ماهيش. ديما مشكلتنا فك الولكن مشكور ولكن نعطيه. باش نقرا تصريح. نعم. سامحني سيد الوزير مع السلفيه. قلت السلفيه ظهرت عندما زوجها بالنهضه في السجن. فما برشا يقولوا انه هذه هي الرساله تحب توصلها النهضه. شوفوا السلفيين باش تعرفوا قيمه النهضه كحزب، معناتها كحزب معتدل. احمدوا ربي على النهضه معناتها كحزب وسط خير من اللي يجيوكم السلفيين هذم. هل صحيح انه النهضه تخوف بالسلفيين؟ تخوف؟ انا اقول لك نحكي معك كمناضل. لا معليش أنا كنت في إقامة جبرية في عهد بن علي، كنت في السجن وكنت في إقامة جبرية، ولم أخرج إلى النور والهواء باش نستشرق الهواء إلا المدة الأخيرة معناها قريب. وقتها كي سمعت بكلمة السلفية والله صدقني
لم افهم شيئا، ما كنتش نتصور، ما كنتش نعرف حاجه كيما هكا ابدا. وكان كي اللي يحكوا عليا حدايا على السلفيه ماشي في بالي انه على النهضه ولا حاجه كيما هكا، مش على تيار معين عنده معناها اسلوب معين في العمل، فهمت؟ وبالتالي ما نعرفهمش. ونضرك سمعتني تكلمت في قنوات كيفاش كانت الظروف، وبالتالي معناها كل بن علي كان عازلنا على المجتمع عزل تام، عزل تام على المجتمع. ولكن فيما يخص النهضه معناتها نحب جواب واضح على النهضه تخوف فينا بالسلفيين. لا مش تخوف ابدا ابدا. النهضه بالعكس مش تخوف بالسلفيين. نحن النهضه عملنا مجهود كبير مع السلفيين باش نرجعوهم، معناها خاصه اللي هي القضيه البرز هي قضيه منوبه. ما حبيناش احنا كي جينا الانتخابات يا ابني، كي جينا الانتخابات تاع 23 اكتوبر بيلي ابني العزيز تو ابني برك. لا ابني العزيز لا حاشا وكلا، لا حاشا وكلا. مشي جا الانتخابات ما مشيناش السلفيين نقرقوا بهم عايشكم رانا احنا مسلمين وانتم مسلمين يجوا صوتونا، ما مشيناش وما صوتوناش هكا ولا الناس الكل تعرف انهم قاطعوا الانتخابات وما صوتوناش وما لمناش عليهم. ولكن وقت اللي صارت القضيه نتاع منوبه مشينا لهم وحاولنا باش نقنعوهم، وحاولنا باش نبينوا لهم حتى من وجهه نظر فقهيه، من وجهه نظر فكريه، من وجهه نظر علميه حضاريه الى اخره، باش على الاقل يكونوا ناس معنا يتجاوبوا معنا. طيب الله غالب ما آلتش ربما آلت الى نتيجه بسيطه، ربما كان مش تصير كارثه اكثر من هكا. الحمد لله ما صارتش كارثه. الحمد لله معناتها ما صارتش. اما الحمد لله اي معناتها انت ريت رجعتنا المنوبه سيد الوزير، انا ما نحكي عليه وانت رجعتني المنوبه بالحق معناتها نحن صغار خاطر هو في منوبه مازالوا له عندي زوز اسئله. نحن صغار وبعد يسعى على تونس، مش كي تونس العاصمه. مازال صغير سيد الوزير في تونس لا كبرت في تونس العاصمه تو اللي يقول منوبه يقول فيها فيلات وفيها مستشفيات وفيها مدارس وفيها كذا. احنا من بعيد على منوبه 200 كيلومتر 300 كيلومتر، عندنا منوبه تساوي مستشفى المجانين. اي مستشفى المجانين. فكيف نقولوا فلان ما هزوه المنوبه، معنا فلان هزوه مستشفى المجانين. صحيح. هذا شنو نخمم. اي شيء به باش نحكي لك سيد الوزير على وكان التفكير نتاعنا صار ولا صحيح تويك. تصريحاتك انت قلت لي، حكيت في حنا بعل مثلا في برنامج صراحه راحه مع سامي الوافي، وحكيت برشا معناتها قال له سيد الوزير بالغ في الحديث على التعذيب اللي صار له، كانه هذا يبرر وزراء النهضه، هذا يبرر لهم انهم ناقصين خبره ولا ما يأديوش مليح في وزاراتهم، هاكا تعذبوا هاكا. هل معناتها الكفاءه هذه هل هو دليل كفاءه معناتها؟ انا لم ابالغ في الحديث عن تعذيبي، لم أتحدث عن التعذيب اللي وقع لنا حتى ولو 1%، حتى 1% نقول. وإن شاء الله وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية نهار تنصب محاكم تحكم فيما تعرضنا له، سيعلم الشعب ماذا وقع لنا في سنين الجمر. أنا لم أتحدث عما وقع لنا أبدا، أنا لم تحدثت على جزء بسيط جدا جدا لا يساوي 1%. وإن شاء الله تو أنتم تقرروا تقولوا حتى 1% ما جاش الكلام اللي سمعناه، مش كلام من عندي اللي صار ابشع من الخيال. نعم ابشع من الخيال، ما وقع ابشع من الخيال. واحنا ما جيناش هنا باش نتظلموا، لان المظلمه هذه ما ينجم يرجع لنا حتى انسان. وكان تعود لي على كل يوم من ايام الشماتة كان يعرف فيها بن علي نتاع الانتقام والتشفي، يوم واحد كنت تعطيني ميزانيه البلاد كامله ما يخلصنيش في اليوم هذاك، ما يرجعوليش. هذاك المظلمه هذيك اشتكينا بها لله سبحانه وتعالى، مش بشر باش يرجع لنا، ما عندناش طالبين حتى بشر باش يرجع لنا الشيء هذاك. ولذلك احنا ما جيناش نتظلموا يا ناس انتخبونا خاطر رانا متظلمين. لا يا خويا، انت اذا كانك في الوزاره باش تاخذ مسؤوليه، اما ان تكون في المستوى او لا، مش خاطر عندك تاريخك هذيك مساله اخرى، نضالك مساله اخرى. صحيح النضال باهي، لان النضال هو ضمان مصداقيه. انسان عنده تاريخ صمد وقف وجه الظلم، هذاك ضمان لانك مش تكون صادق ضد الاغراءات. نعم. ولذلك انا مش غايتي باش نشد وزير، انا غايتي كما خدمت قبل ووقفت في وجه الظلم، انا الان ناقف في وجه الحيف والجهل والتخلف نتاع بلادي باش نخدم الشعب هذا. كان نجمت ما كانش يجي غير يخدم. يا ما في الاخر ظهرت مش صحيحه برشا، هاك شديت وزير في الاخر سيد الوزير. مع الاسف مع الاسف لا عاد مشاكل اللي تعرف الوزاره قريب نوليو احنا نخافوا معناتها. لكن شنو الحاجات الباهيه في الوزاره؟ بالله خاطر ديما تقولوا معناتها خايبه، اعطيني حاجه ايجابيه انك تشد وزير، هكاك ثقافتنا العامه، اعطيني حاجه ايجابيه واحده. الوزراء كلمه وزير تعني في السابق هو الذي يفعل ما يريد
كما يريد دون أن يتوزر كما يريد كما يريد. كما يريد. نحن الآن وزير لا يفعل إلا أن يفعل القانون ويحافظ على القانون. انت وزير ومتحصل على دكتوراه في اختصاص فيزياء ورياضيات. نحب نسألك هكا بالرياضيات، الترويكا حاليا هل هو مثلث متساوي الأضلاع ولا متساوي الضلعين ولا مثلث قائم كان على النهضة؟ خاطر برشا بداوا يحكيوا على الترويكا بدات تدخل بعضها. نحن عندنا لا الاختلافات لا اخرها مثلا على استقبال الاسد وغيره، ولينا نشوفوا برشا عدم تفاهم في التصريحات. لحظة. نحن في الوزارة في الحكومة ما يقارب 40 وزير وكاتب دولة. 40. الاجتماعات نتاعنا 51. الاجتماعات نتاعنا ماهيش كل اسبوع. لحظة. الاجتماعات نتاعنا ماهيش كل اسبوع، ماهيش كل يوم. وبالتالي ها مش نقول لكم كلام ربما ما تصدقوش. الآن مجموعة من معاي زملائي في الحكومة ما نجمش نعرف اساميهم وما نجمش نعرف لاي تيار ينتموا، اما للنهضه ولا للسي بي ار ولا للوحده. ما تفرجش في التلفزه سيد الوزير. انا قلت لك صدقني الان بعض وزراء معايا في الحكومه لا اعرف الى اين ينتموا، اما مستقلين ولا النهضه ولا سي بي ار ولا التكتل، ما نعرفش، ما نجمش ما عدا مجموعه يعني نعرفهم تاريخيا ولا تسجلوا معايا في السجن، ما عدا هذا ما نعرفهمش. علاش؟ لان هناك تناغم بيننا داخل الحكومه، هناك يعني حقيقه يعني وكاننا نتكلم بلغه واحده. سيد الوزير معناتها قد تكون معناتها ظاهرة سيئة انكم متفقين برشا، باش نرجعوا لكن الناس كل موافقة. لا مش هذه، لا مش هذه متفقين. انا على قد ما يصير عرك في النقاشات على قد ما يساعدنا. باش نسألك زادة ديما بالمات، مساحة المربع مرتبطة بالطول والعرض، ومساحة حرية التعبير مرتبطة بطول بال الحكومة. نلاحظ في الايام الاخيرة انه طول بال الحكومة بدا ينقص وبدا الاتاك على الاعلام. لا، لان الاعلام بالمجد الاعلام حقيقة غير سليم. غير كاملة غير سليمة. عليك تحبوا الإعلام بقى. لا الإعلام كان يكون رايد الحرية. الإعلام لازم يكون رايد. أنا كيف نجي نحكي على تلفزة تأخذ منها فلوسها من الشعب التونسي وهي تمشي عكس ما يحب الشعب التونسي. هو عينته الدولة، الحكومة عينت مدير التلفزة سيد المدير ما يعمل حتى شيء. المدير ما يعمل حتى شيء. المدير هناك يعني كيف كاملة في التلفزة هي اللي تخدم. أنا بالله نسألك سؤال، اللي منكم شاف، وهذا هو يسمع الشعب التونسي كلك، اللي منكم شاف الاخبار منذ 4 ايام ولا 3 ايام على الوزير الالماني اللي جات واللي امضينا اتفاقيه مع بعضنا في مخص التبادل في الطاقه المتجدده، على بالكم بالاخبار هذا ولا؟ وزيره الدوله للشؤون الخارجيه جات في الاجتماع. ماذا رايتم في الاخبار؟ ريتوش وزير تونسي معاه كان يبرك هكا ولا؟ كان يبرك في الاخبار، كان الكلمه نتاعها هي فقط. وبعد شكون سالوا مواطنه استاذه سالوها على الاتفاقيه شنو هي. بينما الواقع شنو؟ الواقع هناك وزير تونسي هو اللي تراس الجلسه، والصوره الكاميرا جات على حد المراه وحبست سميكه، والوزير كلمته ما تعدتش والاخبار تعدى عليه كانه مش موجود، وبالصدفه يكون الوزير هذا هو المسلم بن سالم. انا نسال التلفزه وقت اللي تقص كيما هكا ليس مقص عليه ونفسه قاعد يخدم. هو انا حابك جاوبني. اذا كان وسيله اعلام رقم 1 في تونس تعمل الشيء هذا، هل هذا يقبل الشعب التونسي؟ هذا ما يقبلوش. اما في نفس الوقت زاد معناتها من الوسط زاد نحسوا محاوله زاد للسيطره على الاعلام، معناتها هاكا تجي من الوسط. مثلا الاخبار نتاع الوطنيه تتمتع بنسبه مشاهده عاليه، معناتها كيف كي تقولوا لي ماهوش اختيار الشعب. هل عندكم احصائيات سيد الوزير باش تقول لي نعم الشعب مش راضي على التلفزه او يتفرج في الاخبار؟ الشعب مش راضي، واتحداك واتحدى اي معهد نتاع احصاء كيف يقول الشعب الان راضي على اداء القناه الوطنيه. ماهوش راضي. القناه الوطنيه منحازه جدا ضد الحكومه. ما فهمتش انا. وهي طرف صراع. الحكومه هي اللي تعين المدير. ما فهمت هذه تو الكواسيون سيد الاستاذ الرياضيات ما فهمتهاش الحكايه. من حق الشعب، هي ملك الشعب، ماهيش ملك نفسها، مش حره، هي ملك الشعب، هي ملك الشعب القناه. قد تكون الهجمه هذه تمهيد مثلا لانهم يحطوا مدير. انا كمواطن تونسي من الحزب نتاعكم، انا كمواطن تونسي مستعد الان نجم نمشي الان وغدوه للمحكمه الاداريه ونقدم قضيه باستاك باش ما عادش تخص لي تخصم لي في الوقت نتاع الضوء مال القناه الوطنيه.
كما تحب نعطي الوطني، علاش ما نعطيكش انت التونسيه ونعطي الحنا بعل ونعطي الناس ونعطي القنوات الاخرى؟ تعاش انت تحط روحك كما صفوف القنوات الكليك وبعدين تاخذ مني كانت تبارك الفلوس. معناتها كي تقول انت راهو سيد الوزير تنجم تكبر الحكايه تاخذ شرعيه اكبر، راهو المواطن ينجم يتشجع بك انت في بالك. خلي يتشجع، تغدو تنجم تصير مظاهره على الحكايه هذه. خلي يتشجع لان انا لا ارضى ان تكون قناه وطنيه ادفع لها مالي 30 مليار في العام مستيك برك ندفع لها مالي وهي بعدين تضحك مني. واضح. السيد منصف بن سالم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صحيح احنا قعدنا معناتها لا حكينا لا على التعليم العالي لا على البحث العلمي، لكن دردشنا وتعرفنا على مواقفك في برشا حكايات. سامحنا زاد خذينا من وقتك، نعرفوا مزروب برشا. السيد منصف بن سالم تصفيقه قويه، شكرا ليك، نورتنا الليله في لاباس. يعطيكم الصحة. فما رئيس حزب تونسي قال اللي من حق كل تونسي انه يشري جاريه، ما دام ما تقدرناش على 4 نساء، كل تونسي عنده الحق في جواري. باش نستقبلوه بعد شويه. لاباس متواصله معاكم الليله على التونسيه.